ريال بيتيس يمد يده لإنقاذ غريق ريال مدريد. يمد نادي ريال بيتيس الإسباني يده لإنقاذ غريق نظيره ومواطنه ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير 2025. حسب المعلومات التي أوردتها يومية آس الإسبانية، الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أفادت بأن اللاعب السابق لريال بيتيس داني سيبايوس تسيطر عليه خيبة الأمل بسبب وضعه في النادي الملكي بالموسم الجاري. ريال بيتيس يرغب في ضم سيبايوس الإسباني بالشتاء، ويعاني داني سيبايوس من إهمال تام من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مختلف المسابقات، حيث حصل على دقائق لا تشبع رغبته في منافسة ولعب دورا هاما مع الفريق. سيبايوس الذي تجمد من كثرة الجلوس على مقاعد البدلاء الريال وغرق في بحر أحلام المشاركة لدقائق أكثر، قد يجد في بيتيس فرصة لإنقاذ موسمه والحصول على مزيد من المشاركات في النصف الثاني من الموسم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود رغبة لدى بيتيس في جلب اللاعب من جديد والحصول على خدماته في السوق الشتوي من ريال. سيبايوس الذي يبلغ من العمر 28 عاما يرتبط بعقد مع الريال ينتهي في يونيو 2027، ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 4 مليون يورو فقط.